أهلا بكم إلى فيديو جديد، صفعة جديدة لريشي سوناك، هذه المرة من المحكمة العليا في بلفاست. في إيرلندا الشمالية رفضت المحكمة قرار الحكومة البريطانية بترحيل اللاجئين إلى رواندا، وقالت أنه غير قانوني، أو للدقة في جوانب منه هو مخالف للقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث ما تزال بريطانيا عضو في هذه المحكمة. سكاي نيوز نقلت بأن قرار المحكمة بعدم تنفيذ بعض الإجراءات جاء لأنها تتناقض مع القوانين الأوروبية. القاضي همفريز قال أن هناك جوانب تخالف بشكل صريح القانون الأوروبي. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، توصلت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية تنص على عدم تقليص الحقوق المتضمنة في اتفاقية السلام في بلفاست في عام 98، بمعنى إبقاء كل منظومة الحقوق الموجودة في هذه الاتفاقية موجودة. معنى آخر أن اللاجئين الذين في بلفاست لن تستطيع الحكومة ترحيلهم، وأن هذا القرار يمكن البناء عليه لكل اللاجئين الموجودين في كافة المملكة المتحدة. تحدي جديد طبعا. سوناك يستعرض ويقول أنا سأذهب إلى الاستئناف، وهذه معركة قانونية جديدة ضد هذا القانون.